ورجعت لكم تاني علشان نكمل الحلقة السابعة من مسلسل مونارك الجزء التاني اللي بتبدأ بفلاش باك من الماضي تحديدا سنة 1962 في عالم الأكسس موندي، وهناك بنشوف ليه بيركب كبسولة خاصة ومعاه فريق كامل علشان يستكشف العالم الغريب ده. وهنا بنعرف إن المهمة دي اسمها الساعة الرملية. بعد كده بنشوف كل حاجة بتنهار وليه بيدفن واحد ورا التاني وعلى أمل تجيله إشارة من السطح. وآخر حاجة بدأ يدور على أرض عالية علشان يشوف لو يقدر يلقط اتصال واضح مع مونارك، وبنشوفه محاصر في عالم خطر. والأيام عدت لحد ما قضى أكتر من أسبوعين في المكان ده، وزي كل مرة بيبلغ من الراديو إنه خلاص الأكل خلص وخايف لا يموت في المكان وحيد. وبعد ساعات وهو بيحاول ينام علشان ينسى الجوع، صوت فجأة طلع من الراديو. في الأول اعتقد إنه بيهلوس، بس بعد ثواني سمع الصوت الحقيقي. بعد كده القصة بتروح لنسخة المستقبل من دي اللي بيسمع نفسه الصغير بيترجى المساعدة وبيقول إنه على باب الموت، وسوزوكي ما عندوش وقت يشرح اللي بيحصل. الإشارة اللي اتثبتت عبر الشيك كانت المفروض ترجع لما تلاقي تايتن، والمهمة ما كانتش بتاخد في الاعتبار موقف زمني زي ده. بس بعد دقايق بيعرف إنهم مسكوا إشارة قديمة من عملية الساعة الرملية، وده طبعا لأن الزمن نسبي داخل عالم الأكسس موندي. ورغم إن الموضوع غريب إنه يتكلم مع نفسه، سوزوكي بيقول له يكلمه. هم عارفين ازاي القصة بتنتهي وانه في الاخر هيرجع، بس دلوقتي ليه الشاب محتاج كلام تحفيزي اكتر من اي وقت. وفعلا ليه عمل كده لما بيطمن نفسه الشاب انه هيرجع البيت مهما حصل، وبيقول له كمان انه ما يقلقش خالص. وفي اللحظة دي المشهد بيرجع لكيكو اللي مهووسة انها تعرف النمط المخفي اللي متسجل في صوت تايتن اكس. وفي نفس الوقت كيت حاسة بيأس جدا، مش فاهمة اللي بيحصل لها، وحاسة زي تايتن بالظبط تايهة ومش عارفة تعمل ايه. وكيكو بتحاول تشرح لها ان الموضوع مش بس عن صراعها الشخصي. لو صحيح ان تايتن اكس تايه، فالتردد ده بالذات هو المفتاح اللي هيرجعه لعالم الاكسس موندي، وده هيخليها تصلح الغلطة اللي عملتها. فلازم يركزوا كويس جدا في الشغل اللي بيعملوه. وحسب سجلات بيل، في مكان متميز فيه ستات كتير هناك قالوا انهم ملعونين علشان قالوا انهم بيسمعوا حاجات محدش تاني بيسمعها، وده بالظبط اللي كيت بتمر بيه دلوقتي. وبعدين بنروح لكنتارو اللي بيظبط شنطته علشان يمشي، ولما ماي بتيجي بتتكلم عن اللي حصل امبارح، وكنتارو في الوقت ده بيعتذر لها، بس واضح ان علاقتهم مش هتبقى زي الاول. من دلوقتي هيبقى في توتر خفيف ما بينهم. ولما ماي بتسأله رايح فين، قرر يخبي عنها، قال لها بس انه جاله دعوة يشوف حاجة في تايلاند ولازم يروح لوحده. وفي اللحظة دي ماي بدأت تسأل أسئلة كتير قوي لحد ما كنتارو قال لها خليكي في حالك، وقال لها كمان انه مش محتاج اذن حد علشان يسافر. وطبعا في الوقت ده ماي بتسكت وبتاخد بعضها وبتمشي وهي زعلانة. بس اول ما طلعت من الأوضة، اتنين رجالة لابسين بدل خدوها في سكتهم. بعد كده بنشوف كنتارو في تايلاند، وإيزابيل مستنية توريه ليه إيبكس مختلفة عن مونارك وبطريقة كويسة. هي بتقضي معظم أيامها في بيت أبوها، قصر كامل مستخبي تحت جبل في وسط الغابة. مكان رهيب فعلا، بس جه على حساب علاقة حقيقية مع أبوها لأنها بتشوفه كل فين وفين. وفي نفس الوقت بنرجع لسوزوكي اللي بيدي للي الصغير تعليمات دقيقة جدا بس محيرة، ازاي يركب تتبع من بقايا الكبسولة. وفي نفس الوقت في وسط المحيط على سفينة مونارك، الرجالة اللي خطفوا ماي ودوها مباشرة لتيم اللي عنده حاجة كبيرة يتكلم فيها، عايز يعرف فين الخطة. كانوا المفروض يشتغلوا مع بعض، مش تختفي وتروح تتحالف مع بريندا. وبيقول لها ان الجهاز اللي عملتيه عمل مشاكل مع تايتن اكس وبقى تايه بسببك، ودلوقتي خرج عن مسار هجرته وبقى ماشي في الكوكب زي راجل اعمى في الضلمة. وماي في الوقت ده ردت وقالت ان ده مش غلطتها خالص، وقالت له يروح يتكلم مع بريندا لو عايز القصة الحقيقية. بس تيم سكتها وقال لها انه خلاص عمل كده، وان ايبكس كلها قلبوا عليها. في الواقع في مذكرات اعتقال، وتيم حذرها لو مش عايزة تقضي بقية حياتها في السجن لازم تبدأ تتعاون وتوقف لعب دور الضحية. هم محتاجين جدا يكتشفوا ايه اللي الكود بتاعها عمله في تايتن اكس علشان يرجعوه لمساره ويضمنوا انه ما يأذيش حد تاني. وفي نفس الوقت بنروح لكنتارو ايزابيل اللي بنكتشف انها بنت وولتر سيمونز بالتبني، وده السبب اللي مخليها تحس ان ابوها ما اختارهاش كالمفضله. وشرحت ان اهلها حاولوا يخلفوا سنين بدون نجاح لحد ما تبنوها، وبعد سنه فجاه امها حملت بمايا الطفله المعجزه اللي بقت البنت الذهبيه، وهي اتركنت على جنب. وهي في الوقت ده بتحكي له عشان عارفه انه مر بنفس الشيء مع كيت. هي عارفة انه اشتغل جنب ابوه سنين وكانوا فريق قوي لحد ما هي ظهرت وبقت مركز العالم عنده. علشان كده ايزابيل فاهمة لو كنتارو متضايق، لانه نفس الاحساس بالظبط اللي عاشته سنين. وايزابيل اعترفت انها بتكره ايبكس بنفس الشكل اللي كنتارو بيكره مونارك، وده بالظبط السبب اللي مخليها متخيلة انهم يقدروا يغيروا كل ده مع بعض. وبعد كده بنرجع للي اللي فضل في اتصال مستمر مع نفسه الشاب، وهو حذر جدا انه ما يقولش عن نفسه ولا اي كلمة. وبعد دقايق من الكلام ليه وقع على
على ضوء ازرق غريب طلع من الارض، بس في الوقت ده ليه العجوز صرخ وقال له يجري فورا، وبعد ثواني بعد كده سلسله من البرق تخرج من الارض، بس ليه الصغير قدر يتفاداه ونجا بمعجزه. ولما وقف على رجليه تاني شاف حاجه غريبه جدا مش قادر يوصفها حتى عبر الراديو. قدام عينيه معسكر مؤقت فيه نار كانت مولعه من ثواني، وليه الصغير بيتقدم بحذر للمكان شاف جهاز عرفه على طول، هو نفس الموديل اللي كيكو بتستخدمه طول حياتها. والموقف صعب يستوعبه، ايوه فعلا كيكو موجوده هناك ولسه عايشه، ودي تفصيله محدش كلف نفسه يعرفه بيه. وفي اللحظه دي ليه الشاب بدا يشك في الصوت اللي على الناحيه التانيه، واضطر ليه العجوز يعترف هو مين فعلا. وبعدها افتكر نفسه انه اتجنن وبدا يهلوس، لكن ليه الكبير حاول يهديه على قد ما يقدر. وفي الوقت ده بقى عايز يروح لكيكو، وبعد ما قضى شويه وقت يدور في المنطقه ليه الشاب اخيرا شاف كيكو من بعيد. سأل نفسه العجوز لو لازم يتحرك ويعترف أخيرا إنه بيحبها بعد كل حاجة. فاكر رسالتها اللي قالت فيها إنه ممكن في حياة تانية أو حتى في عالم تاني يكونوا مع بعض. بس ليه العجوز في الوقت ده حذره إنه مش عارف إيه ممكن يحصل لو غير الماضي. تغيير الخط الزمني هيغير المستقبل، ممكن يكون للأسوأ. قال له إنه مش مستاهل يخاطر بمستقبل فيه هي بتتنقز وبترجع للسطح بس علشان لحظة رومانسية عابرة ما بينهم. وبعد كده فكروا بكيت وكنتارو أولاد هيروشي، وقال له دول أكتر ناس بيحبهم زي أولاده ومش هيخسرهم أبدا. ودي طريقته إنه يفكر نفسه الصغير بالرابطة اللي بينه وبين الطفل هيروشي الصغير اللي كان بيعامله زي ابنه بالظبط، ولو اتدخل دلوقتي كل حاجة ممكن تبوظ. وده السبب التاني الكبير اللي قاله له علشان يتراجع. وللسبب التالت والأخير شرح إن ده بالظبط اللحظة اللي هو أصلا اختار فيها يسيبها علشان تعيش الحياة اللي هي عايزاها حتى لو هو مش جزء منها. وأخيرا ليه الشاب قرر يثق إنه فعلا بيتكلم مع نفسه في المستقبل، وخد القرار الصعب ومشي بعيد عن كيكو. بعد كده بنرجع للوقت الحاضر علشان نشوف كيكو وبنتها وصلوا للقرية اللي قالوا عنها إنها ملعونة، المكان اللي الستات قالوا إنهم بيسمعوا نداء التايتن. وفي الوقت ده بيلاقوا باب غريب مكتوب عليه ممنوع الدخول، بس لأن كل حاجة قديمة ومتهالكة قرروا إنه مش وقته يلتزموا بالقوانين. جوه بقى لقوا نوع من المقابر الاحتفالية مليانة شواهد قبور متغطية بنقوش وأشكال غريبة شبه خيام التايتن. والأهم من كده إن ورا القرية حفرة ضخمة بتنزل لمئات الأمتار، ومن هنا بقى أكيد بتسمع بوضوح التايتن بينادي عليها. وفي نفس الوقت بعد ما مي وافقت تتعاون مع تيم بيحللوا قطعة الوحش اللي لقوها في الجزيرة، قال لها إن بريندا ما ذكرتهاش في التقارير، يعني هي فعلا خرجت بدون عقاب من الموقف كله. أما كنتارو فبيسمع بتركيز لتفسير إيزابيل وهي بتقول له إنه من يوم الجي داي كل الناس فشلوا فشل ذريع في حماية البشرية، لا جيش ولا مونارك ولا إيبكس عندهم فكرة حقيقية إزاي يتعاملوا مع التايتنز. بس هي مصرة إن كل ده ممكن يتغير لو اختار يتحالف معاها، ممكن أخيرا ينهوا الصراعات بين الشركات. ده بالظبط اللي هتصلحه، بس محتاجة مساعدته علشان يحصل. هنا إيزابيل دخلته على جزء صغير من خطتها الكبيرة وسألته سؤال مهم جدا: إيه رأيك نعيش في عالم ما حصلش فيه جي داي أصلا؟ كنتارو عارف عالم الأكسس موندي، يعرف إن قواعد العالم الطبيعي مش بتنطبق هناك، وهي عندها رؤية لحاجات يقدروا يطبقوها تنقذ العالم ده من تبعات الجي داي. وفي الوقت ده سألها على طول هي بتخطط لإيه بالظبط، بس إيزابيل رفضت تقول أي تفاصيل أكتر من كده لحد ما تتأكد إنه معاها. بعد كده نرجع لكيكو اللي بنشوفها بتربط حبل حوالين وسط كيت علشان تنزل في النفق، بس وهي نازلة فجأة الحبل اتقطع وكيت وقعت في الأعماق. بعد كده بنروح لنسخة الشاب ليه اللي ماشي في الغابة بيدور على طريقة علشان يرجع، وسأل ليه العجوز امتى هيخرجوا كيكو من هنا، وفي الوقت ده بيقول له هيحصل قريب جدا بعد ما ينقذوه. وبعد دقايق ليه الصغير شاف حاجة عملاقة، وليه الكبير أكد له إن ده المكان اللي لازم يروح له، بس حذره من الوحش اللي جواه. وفعلا مسك مطرقة وبدأ يضرب على السطح، وبعد ما وقعت كام قطعة صخر قدر يشوف جلد التايتن من الفتحة. وحسب تعليمات سوزوكي ليه حط جهاز التتبع على الوحش، وبعد ثواني ليه الكبير شاف الإشارة طلعت على التابلت. وفي اللحظة دي التايتن قرر يصحى، والقشرة كلها بدأت تتفتت ورمي صخور ضخمة في كل حتة. بعد كده بنروح تاني لكيت اللي وصلت قاع الحفرة. من تحت بتسمع نداء تايتن اكس من مصدر مية تحت الارض، وراها شافت نفق. وبعد ما طمنت كيكو انها كويسة رغم الوقعة اللي وقعتها قررت تمشي في الانفاق. بعد كده بنروح للي اللي بيقول له لازم ترجع لمكان الكبسولة، ويستنى تنين بيل يظهر. في اللحظة دي لازم يمسك في ديله بقوة وهيحمله لفوق عن طريق الشق، ضامن له انه هيشتغل. وقبل ما يقفل الخط فكروا انه راجل كويس وقال له يحاول ما ينساش كده. اخر حاجه ليه الشاب قالها انه ياخد باله من كيكو،
بعد كده في الليل ليه طلب من سوزوكي التابلت وقال له إن اللي جاي مهمة أخيرة وإنه مش عارف هيرجع تاني ولا لأ، وده طبعا علشان ناوي يروح ورا الوحش إكس في استراليا. وفي نفس الوقت تيم وسفينة مونارك بيروحوا هما الاتنين ورا الإشارة اللي طلعت ليهم وتأكدوا فعلا إن ده تايتن إكس. وفي الآخر بنشوف كيت خرجت من البير والأنفاق وبتقول لكيكو إن الوحش إكس مش تايه ولا خطير، هو بس محتاج مساعدتنا. وفي النهاية بنشوف الوحش إكس بيخرج من البحر وبيطلع على الشط، لكن بهدف إيه بالظبط لسه مش واضح، وهنستنى نعرف ليه المكان ده بالتحديد في الحلقة التانية. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. تصبحوا على خير.